انت اتجننتي؟ انت ازاي تعملي كده؟ ثم ايه اللي وداكي هناك؟ انا مش قلت لك ما تروحيش؟ مين اللي جاي؟ تشكر. يخرب بيتك وبيت سنينك، وانا ناقصك؟ ايهاب، تشكر. معقولة؟ ازيك يا تشكر؟ ازيك يا ايهاب؟ عائل مبروك، سمع كلامي وطلقك. على العموم ما تقلقيش ما تقلقيش يا تشكر، كلها 3 شهور، 3 شهور العدة وهنتجوز على طول. لا يا ايهاب، اصله مبروك ما طلعش عاقل زي ما انت فاهم. ايه؟ هو لسه مخليك على ذمته ولا ايه؟ اعمل ايه؟ بيحبني ومش قادر يفرط فيا. بيحبك؟ طب وانتي؟ بحبه برضه. كده اوكي، اتهنوا مع بعض، اتهنوا مع بعض وحبوا بعض قوي، وان شاء الله كده بعد ما تدخلي السجن وتتقطعي جوه الزنزانه مع النشالات والحراميات واللازم منه هتعرفي ان الله حق. انت ليه يا ايهاب عايز تفرق بين قلبين والحب تالتهم؟ ايه حكايه الغرام اللي انت جايه تحكيها لي دي؟ اشمعنى انتوا تلاقوا بعض وتحبوا بعض وانا اقف اتفرج عليكم، وانا اللي معايا الفلوس؟ ده حقد بقى. احترمي نفسك. ايهاب، انت عارف قسوة القضبان وجبروت السجان وبرد وليل الحيطان ومفيش حمام، هتبهدل يا ايهاب. وماله ما تتبهدلي، اتبهدلي يا ستي، اكنك طالعه سفاري، وبعدين اعملي حسابك تاخدي معاكي حمام محمول، وما تنسيش الدفايه، وقولي لمبروك بتاعك ده يجيب لك تكييف 3 حمار. ومصرح؟ مصرح بيه، مصرح كمان قالك يزوروك التذاكر مخفضه، ولعلمك بقى المواصلات على حساب السجن، من ميدان العتبه هتلاقي ميكروباص العتبه سجن النساء. ايهاب، عشان خاطر يا ايهاب ارحمني، انا متاسفه، واذا كان على الناس اللي انا ضربتك قدامهم انا مستعده اروح لهم واحد واحد لغايه بيوتهم واعتذر لك قدامهم. لا مش هينفع، دول ناس كتير قوي، صعب نلف عليهم، لكن في حل تاني. ايه هو؟ اجيب كاميرا الفيديو واصور لك الاعتذار بتاعك والف على الناس بقى كده براحتي وتتنازل عن القضيه فورا ومن غير تردد. متشكره قوي يا ايهاب. بس في صيغه معينه للاعتذار. الصيغه اللي تقولي عليها هقولها. انا هجيب الكاميرا، هقول 1 2 3، هتنكشي شعرك وتتنططي كده زي القرده الحامل. بس انا عمري ما شفت القرده الحامل. ولا انا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ خلاص اعملي رقصه المجنونه، تنكشي شعرك وتفردي ايديكي كده وتمشي زي العبيطه والهبله، بس وتقولي بصوت عالي: انا عبيطه وبرياله بطلت ضرب الرجاله. ايه الذل ده يا ايهاب؟ ده بقى ولا السجن؟ السجن بقى شهر كامل ليل ونهار، انما ده 5 دقايق، هسجل لك اللقاء ده ب5 دقايق وتتكلي على الله. ماشي يا ايهاب، وهتتنازل بعدها عن القضيه؟ فورا ومن غير تردد. اوكي. جاهزه؟ جاهزه. هتقولي ايه؟ مش فاكره. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله، وتنكشي شعرك. يلا قولي: انا عبيطه وبرياله بطلت ضرب الرجاله. قولي لازم دي مهمه قوي. يلا وانكشي شعرك، قولي يلا بسرعه. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. ما ينفعش، انا عايز عبط. انكشي شعرك قوي كده. ايوه يلا قولي بقى: انا عبيطه وبرياله. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. ما ينفعش الكلام ده، انا عايز صدق، عايز انفعال. الله، ما ينفعش الكلام ده. فين العبط اللي احنا اتفقنا؟ عبط يعني عبط. يلا. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. اكتر. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. ادخل يا ابني، تعالى يا حبيبي، ادخلوا جنب طنط. يلا حبيبي، طنط عشان تشوفوها. يلا حبيبي، يلا معاها، مع بعض كلنا. يلا مع بعض. يلا انا عبيطه وبرياله، اتفضلي. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. اكتر. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. مساء الخير يا طنط شباشب. مساء النور يا اخو عبد المعطي. انت جوزك بيشتغل ايه؟ ليه؟ اصل انا مش فاهم ايه حكايه الشهيد اللي كل شويه يجيلكوا ده. بص يا اخو عبد المعطي، احنا هنفتح شركه كاسيت. طب شوفوا لنا اي سبوبه معاكم. سبوبه؟ طب ماشي. هات 10 جنيه. ليه؟ ليكوا الشيت من مبروك وقال لي خد من طنطك شباشب. طب وريني الشريط الاول. عايزه 10 جنيه الاول. عيب، طالما قلت لك هديك 10 جنيه يعني هديك 10 جنيه. لا معلش، بابا قال ما تثقش بحد. انت ابوك بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش. عاطل؟ لا، هيشتغل ازاي وهو في السجن؟
تهمته ايه؟ مسجل خطأ نصب احتيال. هيطلع امتى؟ ما افتكرش اللي هيخرج. ليه واخد كام سنه؟ 40 سنة. ياه ده هيطول قوي جوه ويعمل اصحاب. بقول لك ايه، عندك اخوات؟ ليه 3 ومامتي وانا اللي بصرف عليهم. تصرف عليهم منين؟ اهو بلقط اتي بقى 10 جنيه. اصل في راجل تحت تايه في عنوان وانا قلت له اوديك العنوان ده بس تديني كف. يعني ايه كف؟ يعني 5 جنيه. 5 جنيه حته واحده؟ اتفضل. سلام. هات الشريط. اتفضلي. شكرا. سلام. مع السلامه. الولد كويس قوي واستعداده هايل، ناخده نربيه وليه اخوات كمان ممكن يساعدوك في المستقبل. الله يوفقك. أطفالي الأعزاء، النهاردة هحكي لكم حكاية علي بابا وال20 حرامي. واحد يقول لي دول 40 حرامي، أقول له لأ، ما هو أصل 20 التانيين اتقبض عليهم. المهم يا ولاد، كان في مرة راجل غلبان اسمه فتحي بابا. واحد يقول لي اسمه علي بابا، أقول له فتحي ده أخوه. المهم يا ولاد، عايزين تسمعوا حدوته فتحي بابا ولا؟ لا طبعا، جر الشريط. ما تسافر يا باشا الانتي تريكس وتتفاوض معاه. مش نشوف الزفت ده قايل ايه؟ اقصد يعني نشوفه قايل ايه في الشريط الاول. كفايه كده ليكون الكلام المهم عدى. ودلوقتي يا ولاد، بعد ما حكيت لكم حكاية فتحي بابا وال20 حرامي، الحمد لله الحدوته خلصت، بس يا خساره هبقى اسمعها لوحدي. هحكي لكم حكاية فوزي بابا وال15 حرامي. واحد يقول لي ما كانوا 20 حرامي، اقول له ما هم 5 ماتوا. عايزين تسمعوا حكايه فوزي بابا؟ ما هي هتبقى شبه فتحي بابا. جري شويه يمكن نلاقي السندباده البحريه ولا سنو وايت ولا الاقزام السبعه. ودلوقتي يا اطفال، بعد ما سمعنا حكاية فوزي بابا، احكي لكم حكاية حلمي بابا. يخرب بيت فوزي بابا على حلمي بابا على فتحي بابا على سيد بابا. ما قالش سيد بابا، هيقول سيد بابا. يمكن يا جماعه فاقد حنان الابوه ولا حاجه فبيدور على اي بابا، ما فيهاش مشكله. والان والكل الان هقول لكم الخبر الجنان. عايزين الواجبات والفلوس اللي خدتها من بردويل؟ من عينيا. يوم السبت اللي جاي الساعة 9 بالليل نتقابل في طريق اسماعيلية الصحراوي الكيلو 74، بشرط واحد ملوش تاني. اللي يجي يقابلني المدرس الأول شخصيا. وهتعمل ايه حضرتك؟ هروح اقابله. مبروك دلوقتي موقف العصابه. ما لناش دعوه دلوقتي لا بعصابه ولا بغير عصابه. الموقف اللي انا فيه هو اللي رزق. الموقف ده منغص عليا حياتي، انا مش عارف اعيش كده. قصدك موضوع ايهاب وسجن تشكر؟ هو انا عندي موضوع تاني؟ بص انا فكرت كويس، لقيت الحل عندك. انت تشوف لي بنت كده، ها، سكولولو، ترمي بلاها على الواد، تحبه، المهم تلفق له قضيه، وساعتها بقى نساومه.